آخر. تفضل. يعطيكم العافية. أحمد الحسين الحجي، اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين. أول شيء بدي أترحم على شهداء الحرية اللي ضحوا دمهم فدا هالبلد، فدا كرامة هالمواطنين، فدا حرية هالمواطنين. ثاني شيء، أول مرة بحس إنه الإعلام السوري بدأ يحاول ولو بخطوات خجولة، ولو بخطوات بطيئة جدا. هذه خجولة؟ ها أنت على الهواء مباشرة وتعبر كما تريد، ولكن ما زالت خجولة أستاذي الكريم. أتقبل ذلك. خطوات خجولة ليكون هالإعلام وطني، هالإعلام يمثل الشعب ويبتعد عن إعلام تمجيد الأشخاص وتأليههم. هذا البلد سوريا للسوريين كلها. سوريا أنا برفض تخوين أي شخص. قرب الميكروفون إذا تكرم. أنا برفض تخوين أي شخص. التخوين يعني السياسة هلا متبعة بشكل فظيع. سوريا، الشعب السوري شعب رائع، شعب أكثر شعب بتشوفه إنه بحب بلاده. شوف أي شخص من برات سوريا ما بحب بلاده مثل ما السوري بحب بلده، وأكبر دليل على هالشيء إنه السوري يتحمل الوضع الفظيع عقود طويلة، فقط كرامة لعيون انه فكرة المقاومة. انا اضم صوتي الى صوتك تماما، رفض التخوين، ولكن اتفقنا على ذلك مع بدء انطلاق هذه الندوة ان هناك ثوابت، منها رفض الاقصاء حتى وليس التخوين فقط. طالما نحن نجتمع تحت سقف المطلب الوطني ولاجل مصلحة الوطن ونرفض اي تدخل خارجي، نرفض التخوين ونرفض الاقصاء ونرفض الوصاية في الرأي. تفضل. بقول للإعلام السوري كله الخاص والعام اللي عم ياخذ سياسات معينة، قرب أكثر ليكون صوتك مسموع أكثر. بقول للإعلام السوري اللي عم ياخذ دور ثاني، عم ياخذ دور مؤامرة بشكل ثاني، بقول لهم رحماكم بعقولنا، كفاكم فقد هرمنا، كفاكم استغباء لهذا الشعب. نحن أبناء هذا الوطن، نحن شيوعيين، لم نسمع بوجود إمارات. اليوم في مكان إمارة سلفية، الأمير فلان يتصل يزوج ابنته للأمير فلان. ما زلت يعني لا أعرف إنه هل وصلنا هذا القدر؟ الشعب السوري شعب واعي وشعب ذكي. وصلت الفكرة. دقيقة أخرى. ليس من المعيب على النظام أن يستجيب لمطالب الشعب ولو تحت التظاهرات وطلبات الشارع. لا أحد يقول أن هذا معيب. بدنا نشوف نحن شلون التظاهرات عم بتتم قمعة. نحن التظاهرات بدنا نحميها. نحن أنا بعيني لا، فقط هذه النقطة ضروري. خلينا نسمع. وضحت الفكرة. وصلت الفكرة. الله يخليك. أنا معك. فكرة، أنا ما قلت فكرة. أعطيني فكرة جديدة. تفضل. التظاهرات يوم الخميس اللي صار، كلنا بحلب كنا ربما مقتنعين بشكل أو بآخر أنه يوجد جماعات مسلحة، يوجد كما يقول الإعلام السوري. ولكن عندما رأينا لنتيح حدث يوم الخميس، الجماعات هي مطلوبة للأمن. اليوم تصبح هي تطبق الأمن بسيوف، بشنتيانات، بعصي، إذا بتريد. هذا الوضع خلاص وصل. خلينا نسمع رأي آخر. تفضل أستاذ.